السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده طبعا الثلاث عندنا جماعة طبعا من اسيوط وعندنا جامبو. النهارده يوم الجامبو العالمي. تيجوا مع بعض يا جماعة نشوف ايه الدنيا النهارده فيها ايه وايه اعطال الجامبو. يعني عندي هنا جامبو اهيت، وانا لسه جاي لي حل 4 رشات. وتعالوا مع بعض كده نشوف ايه مشاكل الجامبو بقى في المطالع والكلام ده كله. طبعا انا اتكلمت في الموضوع ده كذا مرة. طبعا حلة ترومبا ورشات نتعرف على اصحابها دلوقتي. دي شركة ولسه جايه لي طبعا يا جماعة. دي شركة ولسه حلة ترومبا ورشات اهي داخلة عمرة. تمام. وادي رقمها اهي. صباح الخير يا هندسه. جاي منين؟ جاي من اسيوط يا عم. احسن ناس يا باشا. مركز هندسه. جاي لي منين هندسه؟ شركه ايه؟ شركه باشا للأمام. احسن ناس يا باشا. انتوا اللي بتاكلوا لحمه؟ طبعا شركه ابو هاشم للحوم. دي داخله عمره يا جماعه، وادي العمره ايه. طبعا عشان طبعا كل الناس عارفه الحمد لله شغل ديزل مصر. تعال بنمشي كده بسرعه. يعني كل الناس عارفه طبعا شغل ديزل مصر. ونتكلم مع بعض كده حوار الترومبه لما بتموت في المطالع. العربيه لما بتموت في المطالع ايه مشاكلها؟ تعالى يا هندسه كده بعد اذنك. اسمك كريم ايه؟ مش شعبان. يا جماعه طبعا اتكلمت في حوار الجامبو ده كذا مره. ان عربيه لما تموت في المطلع قبل ما تفكر تكشف على ديسك واسطوانه بص على الترومبه. يعني مش شرط ان انت تعمر. يعني مش شرط ان انت تعمر ترومبه او الكلام ده كله. لو عربيه بتموت في المطالع بتبقى 99% ترومبه. انت النهارده هتروح تغرم ديسك واسطوانه وفك وتركيب بتمن عمرو الترومبا النهارده عشان 99% من الجامبو بتبقى بتدور من اللدعه وصلنسها 100 100 ومشي و100 100. بس المشكله لما بتموت في المطالع بيبقى عيب ترومبا. انت ايه اللي حصل معاك في العربيه دي يا هندسه؟ العربية دي كان في زي فونيا كسرت ولا مسدودة. كسرت فرد الشامبر طلعت على راس البست. اضطريت اني احل على المكنة واعمرها. وبرضه مشيها مش حلو، كبيرها خالص 100 في المشي، في المطالع بالكن خالص. قلنا نيجي نظبط الترومبة احسن. معمر هو دلوقتي معمر مكنه ومغير ديسك اسطوانه. تمام. وبرده عربيه بتموت في المطالع. يا جدعان الجامبو ال 115 والجامبو ال 112 بالذات مشاكله 99% بيبقى ترومبا. لما بتموت في المطلع العربيه بيبقى عيب ترومبا مش عيب ديسك اسطوانه. وبرده ساعات بيبقى عيب ديسك اسطوانه بس من نادر قوي. من نادر قوي. طبعا يا جماعه شغلنا ده يعني الرساله دي رايحه للاخ الكبير صاحب الشركه المحترم. احنا الحمد لله معروف شغلنا ايه. واحنا بدايتنا اصلا يا باشمهندس ما تقلقش. وانا بقول لك على الملا اهو. شركه ابو هشيمه للحوم صح؟ ماشي. ابو هاشم يا رب يبقى زي ابو هشيمه يا عم. بص يا استاذ ابو هاشم انت. انا اخوك الصغير احمد ديزل. ودي عمرو اصلي. وانا بقول لك من النهارده من تاريخه معاك ضمان سنه. تمام. معاك ضمان سنه. ترومبا اهي عمره كامله اهي. في اي حاجه لا قدر الله لان انتوا ناس محترمه انا بديك ضمان سنه. في اي حاجه بترجع لي بشيل كل حاجه واحط لك عمره على حسابي. ماشي يا حاج هاشم ما تقلقش. واحنا الحمد لله شغلنا تمام. بص يا جماعه بقى بالنسبه لما تبقى كباس عندك صلح بالمنظر ده ما تفكرش ان انت تمشيه. لا خلاص هياكل لك المكنه. المكنه متعمره. ده يا جماعه شغلنا اهو. طبعا فتح كده حاجه فتح وانت واقف كده. انت مكسوف ليه؟ ده شغلنا يا جماعه اهو الحمد لله. احنا بندي بدل انا باخد حقي بدي الشغل حقه. وادي الفواني اهي طبعا اصلي مفيش فحر. النهارده اي حد لا مش عايز افتح ليه اهو مكسوف يا اهو. عم ماشي. النهارده يا جماعه اللي يقول لك اللي يجيب لك طقم فواني في علبه زي كده يقول لك ده فحر واصلي اعرف اللي هو بيشتغل. ما كنتش تجيبه من عند التاج. انا لو انا كان احمد ديزل ذات نفسي جبت لك طقم فحر في علبه زي دي اعرف ان انا ده شغل مضروب. ما كنت تجيبه من عند المهدي او البدر او عند بتاع قطع غيار. هقول لك ماشي ممكن بضاعه متخزنه. ان اي ورشه النهارده تطلع على طقم فواني زي ده وتقول لك ده فحر اعرف اللي ده بيشتغلك. مفيش فحر يا جدعان. والنهارده تعالى اما اعرفك بقى ايه بين الاصل وبين المضروب عشان خاطرك انت بتاع السودا دي. بص يا جماعه الفونيا الاصلي الليزر بيبقى وفي فونيا نفس الفونيا بالظبط. شايفين الفونيا دي كده اهي. الصيني بقى بتاعتها ما بقاش مكتوب عليها الرقم اللي تحت ده. خدوا بالكم يا اصحاب العربيات عشان في ناس كتير قوي ما عندهاش ضمير في الموضوع ده. الفونيا الاصلي والفونيا الصيني الاثنين واحد. بس في هنا رقم تحت اهو. الرقم اللي تحت ده يا جماعه ما بيبقاش موجود على الفونيا الصيني. في نفس الفونيا بالظبط. برضو يقول لك زيكس الاصل وهي ما تبقاش اصلي. فخلي بالكم من الموضوع زي ده.